3 2 1 جو. النهارده يا شباب ناويين نتكلم عن علاقة الدين بالشباب أو منهج ماشيين عليه وهو الدين. احنا جايين الحياة عشان نمشي على المنهج اللي هو ديننا. فالنهارده اجتمعنا أنا والأخت مريم اهلا وسهلا. انا وأنا أخت مرح مرح كده. وأنا أصغر واحدة فيهم. فحبيت إن أنا أبدأ بالبودكاست النهارده. واتفضلي يا أخت مريم. طيب احنا بس في كام نقطة محتاجين نتفق عليها، تمام؟ ان احنا اصلا عاملين فيديو كول حلو، هو مش بودكاست معنا، بودكاست. احنا فكرة اصلا اصحاب بالنسبة لنا هو ان احنا بنصور المكالمة بتاعتنا العادية اللي احنا بنعملها، وزي ما هي هتنزل في ايا كان بقى النقاشات اللي احنا مفروض نتكلم فيها، تمام؟ تاني حاجة بقى، بما ان أوكي. هنتكلم بعلاقة الدين بالشباب، فنفس النقطة اللي كانت لسه مرح بتقولها في الجروب، احنا مش مشايخ ومش ناس ما عندناش اخطاء، كلنا زي الزفت وانا اسواقكم بصراحه. وكل اللي هنتكلم فيه هي تجاربنا في الحياه دي مع النقط دي بس، لكن مش ان احنا نص الصوت او زيادة شوي بس عشان ما يطلع بالفيديو. انتوا سمعانين صوت شيء؟ قوي. طب ما تقولوا. وهحطها زي ما هي، انا اللي بمنتج يا جماعه. لو في حاجة اتمسحت أنا مش بصوا مش داخلة ايوه كل حاجة زي ما هي. نبدا. عاملين ايه؟ كويسين؟ نبدأ. الحمد لله. جماعة نحن ليش اخترنا هذا الموضوع أو ليش حابين نحكي فيه؟ ممكن نوضح؟ احنا مفروض هنتكلم على تجاربنا احنا، على الحاجات اللي احنا عدينا بيها. انا من ناحيتي كمريم الموضوع بالنسبه لي مهم اكتر حاجه، لان انا شفت النوعيه دي لما سافرت، فقعدت معاها وقت. فعلى قد ما عرفت انه يعني في الاخر اطلع من المستنقع ده، على قد ما كان مش افضل حاجه او مش اسهل حاجه. فاهمين قصدي؟ معرفش بالنسبه لكم اذا الموضوع بنفس القدر ده ولا لا. واكيد طبعا وأكيد لأ سفر، بس حتى نحن كناس عايشين ببلدان عربية، ممكن أنت واجهتي هذا الموضوع بكثرة لأنك سافرتي على مجتمع يعني غربي، بس حتى بالمجتمعات العربية موجود هذا الكلام. المشكلة مو هو بالذنب موجود، نفسه، المشكلة إنه نحن عم نستسهل الموضوع. يعني جيل الشباب كتير بيستسهل بالموضوع، ولكن هو الموضوع بيبدأ بتفاصيل صغيرة بيكبر بقى، والتراكمات الصغيرة هاي بتصير يعني كم كبير، كم هائل من الذنوب أو من المشاكل اللي عم نعملها بحياتنا. وهذا الشي ما بيأثر علينا بشكل مباشر، في أشياء خلص من كتر ما بتترسخ بعقولنا إنه هي شغلات عادية بنصير نحن بنعملها كشيء من روتيننا، وهي غلط كبير. وهي حرام. لا هي مش غلط. احنا برضو عايزين نفرق برضو بين الغلط وبين الحرام، يعني لأن في حاجات كتير احنا بنقول عليها غلط وهي مش حرام. فاحنا برضو عايزين نفرق بين الغلط وبين الحرام، يعني عشان الناس بجد مش فاهمة المصطلحين خالص، وكل حاجة دخلت في بعض. فالناس دلوقتي أصلا ما بقتش عارفة ايه الحرام وايه الحلال، بس هي عارفة انه ده عادي، فانه ده عادي فده حلال، فانه عادي الناس كلها بتعمل كده، انه عادي البنات تمشي بشعرها، وانه عادي البنت المش محجبة تقلع وتلبس الحجاب. الموضوع دلوقتي بقى عادي، فالموضوع بقى حلال، بقى متداول. فما عندناش فكرة انه لا في هنا كنترول، لازم نعمل هنا ستوب. لا، البنت المحجبة بغض النظر عن الحجاب، انه الناس المحجبة والناس الغير محجبة، انا هاي النقطة ما عم بحكي عنها بالتفصيل. انا مش بحكي بشكل خاص عن سهولة الموقف. يعني خلينا نحكي انه مثلا نحن اي حدا بيعمل فينا غلط، حتى نحن كمحجبات حتى غير المحجبات، بغض النظر عن كيفية خروجنا، بس نحن لما عم نعمل غلط معين، في شيء داخلنا ما عم يحركنا ويقول انه انتوا اللي عم تعملوه غلط. بسبب شو؟ اغلب المشاكل لما عم تصير وتنعرض على الفكرة انه اي حدا بيصير معه اكتئاب او بيصير عنده ضغط نفسي او بيكون حاسس بالذنب بدون سبب، وكتير بتصير معنا خصوصا نحن جيل الشباب اللي هو كتير بتتكرر علينا. مثلا انا في كتير ناس تجي بتحكي لي انا مخنوق. إنه الشيء اللي ما عم يخلينا نحس بالذنب هو بعدنا عن الدين. بعدنا عن الدين
بمختلف العبادات. يعني مثلا أول ما الوحدة بتيجي بتقول أنا فجأة بنضغط نفسيا أو أنا فجأة مثلا بحس بكبت، بحس بخنقة، أول شي بنقول لها صلي، توضي، استغفري الله، اقرأي قرآن. فأحيانا هذا الجيل صاير عم يقول إنه ليش دائما بتقولوا لا قربي من رب العالمين أو توضي أو صلي أو كذا. ما أنهم فهمانين فكرة إنه نحن لما منقرب من رب العالمين، لما بنعمل العبادات اللي علينا، بيصير يعني الذنب صعب علينا، بيصير الذنب صعب على النفس إنها ترتكبه. ليه؟ لأنه مو معقول أنا مصلي صلاتي كما يجب وخاشعة بصلاتي، وصلاتي هاي ما صار لي مخلصتها مثلا ساعة، وإجي هلأ أعمل ذنب بكل سهولة. نفسي رح تلاقيها صعبة عليها إنه تعمل هذا الذنب، لأنه أنا من ساعة كنت واقفة بين إيدين رب العالمين. فهمتوني؟ فالفكرة إنه نحن لما عم نبعد عن الدين تدريجيا عم نعمل ذنوب بدون ما نحس بالذنب. فهون بقى بتكمن فكرة إنه قلب المؤمن العامر بالإيمان، المعنى الحرفي إله إنه هو فعلا ما بيقدر يعمل ذنب. فكرة إنه أنا ما عم بخشع بصلاتي، صلاتك هاي اللي أنت رح تنسأل عنها ببداية حياتك الأبدية بقى، يعني مو بهالرحلة القصيرة اللي نحن فيها هلأ. فهذا السبب يعني من الأسباب الكبيرة جدا اللي بيخلي الواحد يركز بحياته المؤقتة حاليا، يخليه يركز بصلاته أكتر. يعني مو معقول أنا واقفة مثلا عم صلي وشاردي والله عم فكر شو بدي أعمل بكرة، ولا شو بدي أعمل بشغلي، ولا شو بدي أعمل مع أصحابي. الموضوع أكبر من هيك يا جماعة. أنتوا عم تفكروا بأشياء مؤقتة. ركزوا بالعبادة اللي أنتوا عم تأدوها. الناس بقى لما عملت هاد كله طلعت من رمضان بنفسية مختلفة تماما، بقلب فعلا مليان إيمان، فعلا عرفان قيمة العبادات اللي عم يعملها. فصار هلأ ما عاد سهل عليهم إنه يرجعوا يعملوا الذنوب نفسها. فهماني؟ وعايزين برضو نفهم الشباب انها تبقى فاهمة انه انت مش بتصلي يعني انت احنا كلنا بنصلي عشان خاطر ده هنتحاسب عليه، وان الصلاة دي فرض من وركن من الاركان الخمسة. يعني بدل ما تروح انت مثلا مخنوق فهتحل خنقتك بان انت تروح ترتكب ذنب، لا انت بدلها بان انت تروح تصلي ركعتين. حتى لو انت مش منتظم، انت لما تحب الصلاة وتلاقي نفسك ان مشاكلك بتتحل، وتلاقي ان قلبك مرتاح، وتلاقي ان الدنيا معاك بتسهل كده، انت نفسك اصلا هتلاقي نفسك بتقوم تصلي اول باول. فالصلاة ليها كذا دخلة، انه الصلاة انا بصليها علشان خاطر انا عندي مشكلة، فانا بصلي عشان بلجأ لربنا، انا مش بروح لحد غريب، انا بروح لربنا اللي انا ماليش لا حول ولا قوة الا بالله. فهي دي برضو الفكرة، ان احنا نفهمهم انه الصلاة مش مجرد فرض هنتسأل عليه واحنا في القبر وخلاص، لا هو معانا في الدنيا ومعانا في الآخرة. بس هي بقى الفكرة نفسها مش مترسخة فينا. يعني من الحاجات اللي سمعتها اصلا لفتره، يعني لوقت من الاوقات كانت بالنسبه لي خضه كده، انه زي ما احنا بنعتبر ان الصلاه لا هي دافع نفسي وحاجات احنا بنعملها في حياتنا وبلا بلا بلا كل الكلام ده، لقيت حد بيفسر كده جمله المجهوله، الحاجه اللي بنسمعها دايما، ربنا مش محتاج لصلاتنا، احنا بنصلي عشاننا. فكتير قوي بيقعد يسأل يعني ايه بصلي عشاني، وانا يعني لما اقف اصلي ركعتين فانا بقى خلاص كده عشان الطب مثلا قال ان انا بعمل عضلات، او ان انا يعني ده كويس للغضاريف او بلا بلا بلا، ده كده يبقى انا عشان كده بصلي عشاني، طب انا اروح اعمل رياضة. بس هو فعليا احنا بنصلي عشاننا في كل جملة بنقولها وقت الصلاة. يعني مثلا انا بدأت المفروض ان احنا لما بنتكلم مع ربنا في القرآن او ان احنا بنقرأ يعني ربنا بيرد علينا، فانا بدأت مثلا الحمد لله رب العالمين، ربنا بيرد حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وهكذا لحد ما بنوصل بقى لانه اعطي هذا عبدي يعطي لعبدي ما طلب. لما بندعي نفسنا في اخر الفاتحة اصلا غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وبنرجع كمان بنأمن على الدعاء. فالمفروض انه ربنا عز وجل بيخلينا ان احنا بيدينا يعني ان احنا بندعي نفسنا واحنا بنقرا الفاتحه، ولما بنرجع كمان نقرا ايات من القران عليها حسنه واجر ما او طلب ما او دعاء ما او وبعد كده نرجع في الركعات لما بنركع يعني بنسبح ربنا فبنرجع ناخد حسنات، بنرجع واحنا ساجدين اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، فنرجع كمان مره احنا بندعي، وهو ده اكتر وقت انت قريب فيه من ربنا، فايا كان ربنا هيستجيب منك. فهو فعليا عمليا حتى احنا انت بتصلي لنفسك،
ومن الحاجات المرعبة قوي اللي احنا يمكن ما بناخدش بالنا منها انه الصلاة هي مفتاح الكتاب يوم من الايام. فانا انا بني ادم عامل 100,000 حسنة في حياتي ومفيش مني 2 بس انا ما بصليش. فروحت بقى الاخرة، طب يا حبيبي يعني كتابك اصلا انت مش معاك مفتاحه، انت مش هتفتحه اساسا. فيعني الموضوع مرعب ان انت فكرة ان انت حتى مش واخد فرصة انك تفتح كتابك وحتى ان يبدأ حسابك في الموضوع. مش الموضوع ما يستاهلش مننا كل المخاطرة دي ان احنا نسيبه، او فاهمين قصدي، او ان احنا نتخلى عنه في عادي من اي جهة. فعشان كده في حاجة كمان كنا متفقين المفروض نتكلم فيها. انا حاسة احنا غوطنا قوي في موضوع الصلاة، مع انه المفروض نعمل له حاجة لوحده، لان الصلاة بالذات اخدنا شوي. بس انتي على فكرة الصلاة هي مفتاح لحاجات تانية. يعني انت بتصلي في حاجات، في غلطات كتير في الصلاة احنا ما نعرفهاش، فاحنا بنضطر ان احنا نروح نعرف بقى ديننا بقى الصلاة دي بتتصلى ازاي. يعني الله اكبر دي معناها ايه اصلا يعني. فهو الدين عبارة عن مفتاحه الصلاة. انت بتصلي فقدامك كذا حاجة، فاللي بيصلي المفروض ان هو مثلا ما بيكدبش، ما بيزنيش، ما بيسرقش، الكلام ده كله. فانت بتصلي عشان قدامك كذا حاجة تانية لازم لسه هتعملهم. فانت بتبدأ اول حاجة بالصلاة، تمام. بعد كده كل شوية بتبدأ بقى تعرف حاجة حاجة. انا بدأتها بالصلاة بصراحة. يعني انا لما بدأت ان انا اصلي ما كنتش عارفة حاجة عن ديني بصراحة، مش هكدب. واحد لما بيقرب من رب العالمين بهيك شيء وبيلتزم فيه، التزامه بالصلاة مو معناه التزامه دينيا فقط، التزامه دينيا، التزامه اجتماعيا، التزامه بمواعيده، التزامه بروتينه. فالإنسان اللي بيلتزم بمواقيت الصلاة ال5 بتلاقي في عنده طاقة رهيبة إنه يلتزم بكل جدول مواعيده انا وشغله ودراسته وهكذا. سمعت وغير هيك انه بيبطل قلبه يتساهل بالذنوب. عشان كده كنت لسه بقول لكم الصلاة من أعظم الحاجات اللي ممكن نقدر نتكلم عنها. فأفضل أكتر إن احنا نركنها لوقت تاني، مش نركنها عفوا، أقصد إن احنا نتكلم عليها بتفصيل في حاجة تكون خاصة بيها هي. فاهمين قصدي؟ بالظبط. دلوقتي أنا بس عايزة كده بطريقة ما اعرفش تقولوها بطريقة عاملة ازاي، بس حاولوا ان انتوا ما تفضحوش الناس اللي انتوا هتقولوا عنهم ده. ان كل حد فيكم يقول الحاجة اللي هي أثرت عليه في دينه سلبا من ناس حواليه، من أصحابه. طب انا هحكي تجربتي انا اصلا. تمام، ما هو ده الفكرة. بس عايزة أعرف انت يعني عرفتي ازاي تعملي سكاب ليها، يعني تقدري تعديها. فاهمة قصدي؟ بصي، لما جيت دخلت الاعدادي انا بدأت ان انا اتحجب اصلا وانا في 6 ابتدائي. يعني كان اخر يوم امتحانات ليا سوري، قلت لماما انا هتحجب. فقالت لي يا بسنت انتي هتتحجبي خلاص، انتي مش هتقلعي الحجاب تاني، مش زي كل مره هتلبسي الحجاب وتقلعيه، انتي خلاص مش عارفه ايه وبتاع. ماما خلاص قررت، وفعلا رحت اخر يوم. رحت اخر يوم في امتحاناتي، نزلت جبت الهدوم بتاعت اللي هو بقى المحجبات بقى، ولبس طويل وبتاع والطرحه عم تفهمك الالتزام فيه. عارفه بقى الموضوع كان صعب. صحابي كلهم ما كانوش محجبين، انا بس اللي محجبه. واللي هو بقى مثلا عندي فرح، عايزه اقلع الطرحه، عايزه اكوي شعري مش عارفه اكوي شعري. وصحابي كلهم بيكوا شعرهم ويروحوا الافراح، وانا لا بقى خلاص انا لابسه الطرحه بقى. فاللي هو كنت متقيده جدا. طب انا عايزه اقلع الطرحه، لا خلاص انت دلوقتي بتتحاسبي، فما فيش انا عندي الطرحه. بعدها بقى بدات انتظم في الصلاه. المهم بدات ان انتظم في الصلاه، ان انا كل يوم بصلي ركعه وانتظم فيها. يعني اصلي الظهر النهارده والظهر بكره، وانتظم في ميعاده ان انا اصلي الظهر بس. بعد كده بدات اكمل العصر، بعد كده المغرب، بعد كده العشاء. بعد كده ده كله ده سنه. يعني انا كل ده بنتظم في سنه. بلس كده ان انا كان اهلي مشجعيني قوي بصراحه، يعني في حوار الصلاه ده. فبدات بقى انتظم في السنه، تمام. بعد كده بدات ان انا اعرف بقى انا بصلي ازاي، لان انا مثلا في حركات بعملها غلط. يعني ما ينفعش اصلي كده اقول الله اكبر كده، فاللي هو ما ينفعش اعمل كده، وما ينفعش الزق دي كده. فاللي هو بدات ان انا ابحث بقى اكتر ان انا ازاي هصلي. طب الطرحه دي انا لابساها ليه؟ فعشان تعرفي انتي لابسه الطرحه ليه، في سوره الاحزاب كل التفاصيل عن الحجاب. فضلت برضو ادور اكتر في مشاعري بقى. انا دلوقتي واحده بتكبر، حرام ارتبط، حرام اتعامل مع ولاد. وانا مجتمع يعني كانت الولاد قريبه، مش هقول قريبه مني، بس انا كانت مدرستي كلها بنات وولاد مختلطه، قرايبي كلهم ولاد. فاللي هو كان
إحنا أوكي ما بيكون في اختلاط، ولكن مو بصيغة تامة إنه خلص ممنوع الاختلاط، ممنوع إنك تحكي. بس هو هي من الأشياء اللي كان انا لازم بقولك انا نحن مش نفهمها من فاهمه. البداية، من وقت اللي تحجبنا أو من وقت أصلا ما وعينا على الدنيا كفتيات خلص صاروا كبار، ولازم يكون في عندهم ضوابط معينة يمشوا فيها وحياء وهكذا، إنه نفهم الدين صح. يعني مثلا في كتير أمور الناس بتحرمها، ولكن هي بالواقع ما أنا حرام إذا مشيت بضوابط معينة. هو طبعا أنا بقدر أتعامل، ولكن بضوابط، عند الضرورة، في طريقة معينة إنك أنت تحكي فيها مع الولد أو الشاب، تمام، وفي أحكام تضبطك، في شغل، في دراسة. انا حاسه ما ان انا انا بقولك بقى بقاطعكوا الفكره ان قوي، بس انا عايزه اجابه على سؤالي. ايه الحاجه اللي كانت عندك يا بسنت كان فيها تاثير من صحابك وعرفتي تخطي المرحله دي ازاي؟ أتوقع الحجاب. لا بصي، هو الحجاب وحاجه تانية ان انا صحابي كلهم اتحجبوا وهم في اولى ثانوي متهيألي. انا عايزه هو افهم الموقف اللي عرفوا ياثروا عليكي فيه. يأثروا ان انا ارجع. اه تخيل. لازم لابد، معلش والله. يعني بدون ذكر اسمها اتجوزت دلوقتي. لا مش باسمها يعني. لا ما هي هتعرف، ما هي هي هتشوف الفيديو هتعرف. حرام لا ان الله بجد ستر لازم الحليم. تقولي، عشان لو حد تاني حاصل معاه نفس كان دايما التريقه في حوار الصلاه، يعني كان دايما بيتريقوا عليا لما باجي اصلي، والتريقه دايما لان انا كنت بقى عايزه البس جيب بقى، اللي هو انا محجبه فهلبس جيب. فكانت دايما دي برضه كانت تريقه كتير بقى، انت يا اختي مش عارفه ايه. وفي مره كده جات لي الهبه وقررت البس خمار، فقعدت اسبوع كده بلبس خمار، كلهم كانوا بيتريقوا عليا، وتريقه بجد بقى. الشيخه بسنت راحت، الشيخه بسنت جت، هلا هذا الشيخه الموضوع بسنت لابد المغربيه. منه. أنا صار مع رفيقتي على فكرة إنه لبست فترة الخمار وبعدين رجعت للحجاب مرة تاني، بس أنا قلت لها إنه هو الخمار أكيد أستر، تمام. بس الفكرة إنه التريقة هاي لابد منها. يعني حتى أنا بتذكر نحن لما كنا صغار كانوا يوقفوا بنات العيلة هيك كلهم يصلوا سوا، فكان مثلا فلانة تضحك على فلانة فيقلبوها شوي ضحك، ولكن الواحد كل ما كبر بيحس إنه خلص، يعني كانت هاي مواقف مضحكة صارت وانتهت، وكل واحد هلأ بيعرف يعني يعرف ازاي عظمة العبادة اللي عم يكون بالظبط. فيها، بس فبتتحول بوسة لمواقف كوميدية طفولية. بالظبط. بس بوسة انت عرفتي ازاي تتخطي الموقف يعني؟ أو شو كان شعورك وقتها؟ يعني هل حسيتي فعلا إنها هي مواقف حصلت لي كوميدية مشكله. ولا زعلتي؟ بصي حصلت معايا مشكله، وساعتها بعدت عن ربنا شويه بصراحه. يعني انا كنت بصلي، بصي انا كنت بصلي وبعمل مشاكل كتير، وكنت برجع اصلي لدرجه بابا يقول لي انا بستغربك، انت بتبقي عامله مصيبه الصبح والاقيكي بعدها ب5 دقايق داخله تصلي الظهر. يعني ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ يعني الحاجه الوحيده ايه؟ انا اقول لهم يعني لا والله العظيم بجد بابا يشهد على الكلام ده، والله انه بابا كان دايما اعمل المصيبه من هنا ويلاقيني داخله بصلي مثلا العصر او الظهر. سمعت حد قال حاجة جملة كده من الحاجات اللي مرسخة في عقلي طول الوقت، انه لما تيجي تبعد عن ربنا خلي باب واحد مفتوح. يعني مش ضروري تقبل الابواب أيوة. كلها وتروح تدق بقى وتبدا من أول. ما تسيب واحد بس، واحد انا كنت مفتوح. بعمل كده، مع اني على فكره كنت في سن صغير، بس كنت دايما اقول لا، يعني انا طب ايه اللي هيغفر لي؟ ما هو انا بعمل دلوقتي حاجات غلط، انا ايه اللي هيغفر لي بقى؟ طب ايه اللي اصلا كان بيخليني؟ انا كنت حرفيا والله العظيم من تانية اعدادي يا مريم لحد مثلا تالتة ثانوي، انا لا كانت في مشاكل كبيره جدا ومشاكل كتير قوي وفترات مراهقه بقى وحوارات وبتاع. انا كل ده كنت بطلع كل شويه من المشكله، كانت بسبب ان انا بدعي وان انا برجع دايما اصلي، فالمشكله كانت بتخلص. كنت بخش في مشاكل تانية اكبر منها، بس كنت دايما بطلع منها. ولما دخلت الجامعه خلاص بقى الموضوع بقى لا ما كانش ينفع كل ده يحصل، لا خالص. فاهمه قصدي؟ والله الواحد لما بيكبر وكان كله برضه بسبب عقله بيكبر أكتر، بحس إنه يعني في مواقف خلاص ما بصير إنه حدا يأثر عليه فيها. الواحد مواقف بتقولي إنه أوكي ممكن الواحد يسمح لرفقاته إنهم يدخلوا فيها أو إنهم يضحكوا عليه فيها، وفي مواقف اللي هو أنا ماني مضطرة أحكي لك إياها أصلا. طب يا مرة، بالنسبة لك قولي الموقف اللي أثر عليكي وعرفتي تخطيه ازاي؟ انا ولا بسنت؟ لا مرة انتي بقى. انا كفايه عليا كده، انا حاسه ان انا يعني في جلسه هتقولي
يعني بس هتقولي يعني هتقولي صفات. أثر علي الحقيقة. سلبيا ولا إيجابيا ولا كيف؟ سلبيا اكيد. سلبيا بصراحة ما خاطر شي ببالي، بس هو أكيد حاجه أكيد ليها من علاقه بالدين، يعني كانت من جهه صحابك. أنا ما متذكرة موقف معين، بس إنه بما إنه فتحنا سيرة صناعة المحتوى، فأنا already تهاجمت حتى لو كان كلامي ضمن الأشياء الاجتماعية أو الأشياء الدينية أو الأشياء التوعوية يعني بشكل عام، ولكن انا المفروض بتكلم اصلا على علاقه الدين بالشباب. انا عايزه اعرف الحاجات اللي كانت ما بينكم وبين طيب. صحابكم، الحاجه اللي اثرت عليكم بينكم فتره، او هما كانوا سبب فيها. حد علمكم حاجه مثلا، او حد قال قدامكم حاجه، او حد اثر عليكم بطريقه ما. طب مريم، لو في عندك شي ببالك هلأ أو تجربة احكيها، ممكن أنا أتذكر من كلامك شي. لما تخلصوا قولوا لي. انا حاسه انها عندها بلاوي بس مش عايزه تقول، فاهمه؟ هي انا بتحط جوه تقول خليني بحاول اهدى. مشكله ان الطريق بدأت قوي. طيب حاجه بس من المواقف اللي قابلتني قوي. بصوا احنا انا من صغري بيتنا شويه مش هينفع اقول متشدد عشان الناس ما بتفهمهاش بالمعنى الصح، بس احنا اتربينا اكتر على الدين، فاهمين؟ واهلي طول الوقت كانوا مصرين انهم يزرعوا فينا ده. الفكره كلها جت لما سافرت. كان المجتمع المحيط بيا من اصحابي، لانه اهلي الحمد لله كانوا مركزين جدا معانا في ان احنا مش بسهوله الاخطاء الصغيره اللي كانوا بيأثروا فيها الصحاب كانت بتبقى موجوده في بيتنا، لان احنا الحمد لله قادرين نتكلم مع بعض اخر اليوم. لما سافرت كنت الحمد لله كان حجاب شرعي، كنت محافظه جدا على صلاتي، ما كانش عندي الجزئيه دي. صحابي كلهم نفس الفكره بتاعتي. اتفاجئت بقى بانه للاسف الشديد الناس اللي بتأثر عليك في الغربه هم مش المجتمع الغربي، فاهمين؟ هم المجتمع العربي للاسف الشديد. المجتمع اللي انا جيت قعدت معاه اللي هم المفروض الروس او ايا كان، ما حدش فيهم بيأثر عليك، هم بيسيبوك، هم فعليا بيتبعوا لكم دينكم ولي دين. ما هو لهمش اي علاقه بالحاجه اللي انت بتعملها. بيحترموا جدا انك محجبه، بتصلي في الاوقات المعينه، في حاجات ممنوعه في انك تعمليها، فبياخدوا بالهم من النقط دي وما بتحصلش. بيحترموا ده جدا على فكره. بالظبط. المجتمع العربي او البنات العرب مش عايزه، حاسه ان انا يعني ما تعمميش، يعني هو بنسبه منهم، مش كلهم بصراحه. كان الموضوع انه كل واحد بيعلق على حاجه. يعني الاول سمعت جمله لا ده الخمار مش عارفه ايه، طب ده بصي شعرك حلو، ده مش عارفه ايه طويل، ده بلا 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 كلام كده. بعد كده بقى في الصلاه هو انت بتصلي ده جميل، بس يعني الشيخه راحت والشيخه جت والشيخه عملت مش عارفه ايه. وللاسف لما بتطلعوا بره بيتكم ما بتلاقوش النصيحه او اللمسه الدينيه اللي موجوده في البيت. فمن ان حد يكمل ده اصلا، ان حد يفضل مساعدك ان انت تكملي. بالظبط. وبعدين بتشوفوا انه كل المحظورات مبيحات، وانه حتى العرب اللي قاعدين معاكم شايفين ان ده عادي، فبتبقوا انتوا المختلفين. ليه؟ بتعرفي ليه؟ هاي المشكلة مو لأنه هن ما بيعرفوا أصول دينهم، لا، دائما الأشخاص اللي بيعملوا هذا الشيء بيكونوا فهمانين الدين غلط. يعني مثلا ممكن هدول الناس يكونوا ببلدان أهاليهم غاصبينهم على عبادة معينة، أو هن عم يعملوا هاي العبادة لمجرد المنظر قدام الناس، ولكن ما بيعرفوا قيمتها، فهمتي؟ فلما يطلعوا لبرا بيكونوا خلص بدهم يعملوا شيء هن محرومين منه بسبب الكبت، والكبت هذا جاي لأنه أنا عم بعمل شيء بدون ما أفهم هو ليش. يعني مثلا الناس اللي عم تتصدق، الناس اللي طلعت ترند آخر فترة على السوشيال ميديا. وعلى فكرة مو معنى انه هو عم مثلا يساعد ناس على السوشيال ميديا معناها حرام ورياء وكذا. في ناس بتقولك اوكي رياء، في ناس تانية بتقولك انه هو من باب حث الباقي على انه يعملوا هذا الشيء المنيح، تمام؟ فانا ما دخلنا بهذا الموضوع لانه انا ماني اهل، نحن مالنا اهل لهذا الكلام. بس هي الفكرة، النقطة اللي انا عم بحكي فيها انه انا مثلا عم بعمل عبادة لمجرد انه انا
بدي أعملها لأنه الناس هيك عم تعملها. بس في فرق كتير كبير بين اللي بيعمل نفس العبادة فهمان معناها الشخص اللي فهمان عبادته صح تمام، وفهمان هو ليش عم يعمل هيك. وعلى فكرة مو بس بالعبادات، أنا أي مبدأ ماشية فيه وفهمانة أنا ليش ماشية فيه، وين ما حطيتيني، لو حطيتيني بالمريخ ما رح أغلط ما هو فيها ده اللي انا ولا رح أمنع الناس إن هي كلها تعملها. مرح صح. بس هو الفكرة برضو انه بحس اكتر ان الموضوع مش بس في الجهة دي، في جهة كمان بشكل كبير قوي في حياتنا، ان احنا مع الاسف اتعودنا يبقى علينا رقيب. الاهل في تربيتهم اتعودوا انهم يبقوا فوق دماغنا، فاول ما يروح الرقيب كاننا ولا اي حاجه. احنا كنا بنعمل ده عشان اصل ابويا وامي وهما بيتابعونا طول اليوم، فاحنا ما فيش اي خلاص حاجه. مفيش حد دلوقتي شايفنا. ايوه بالظبط. فعايزه اقول لكم ان انا من كتر الزن وان انا بقيت اشوف حاجات هي مستباحه، يعني فعليا انه بيتعاملوا مع بعض عادي، الولاد مع البنات، اللمس عادي، انك تلمس حد بايدك او تحضنه عادي، وحاجات كده كتير بتحصل ده عادي. ولما يكون حد من نفس تربيتك ومن نفس بيئتك وانت بتشوفه لمده سنه او سنتين كاملين، ده كل المجتمع اللي معاك وده عادي. حسيت لفتره من الفترات وقعت في ديني قوي قوي بشكل رهيب، يعني من بني ادم ايا كان كنت رايح انت عندك 50% من الدين موجود، فجاه ستوب، احنا صفر بدون مبالغه. بعدها لقيت انه لا، اسلم حل ان انا لازم اخرج من ضمن الناس دي، وده ما كان شبه مستحيل. مش بس صعب، هو مستحيل، لانه فجأة هتبقي عدوة الناس دي، وهتبقي انتي اسهل لبانة تتحط في بقهم طول الوقت. والمشكله انت تبقي لوحدك وهم كلهم شبه بعض وانت لوحدك، ومش هتعرفي تكلمي كل ده وتفهميه وجهة نظرك او تواجههم اصلا. بالظبط. ولوحدك في الغربة، فاللي هو لوحدك قوي. يعني انا حتى مش ان انا هبقى لوحدي الصبح فاروح اخر اليوم هشوف اهلي فهبقى معاهم، لوحدك بمعنى لوحدك مش بهزار. بس ده مقابله انك تحافظ على دينك. قعدت اول سنه دي كان شبه مستحيل، انا كنت بعلي صوتي اصلا في البيت عشان اسمع صوتي، عشان نسيت صوتي. حتى بروح المحاضرات ولا كاني شايفه ولا سامعه ولا موجوده هنا، الا في حاله ان المدرسه تقول لي قولي حاجه معينه فبقولها، ولا كاني اعرف اي حاجه، ولا كاني شفت الناس دي ولا اتعاملت معاهم. كنت بسمع اسوأ كلام تتخيلوا، سواء عليا لمنامرات، لكلام، سواء فيا انا في نفسي، في يعني انا حاسه عيب اقول كده. واي حد جديد بيجي المدينه بيتقالوا لا ده مريم 1 2 3 4 خد بالك، يعني كده بطريقه مش طبيعيه. فاول سنه ده كان شبه مستحيل. بعد وقت لما عديت وقت عملت شويه اصحاب روس، ناس عندهم تفكير مختلف، يمكن هم مش شبهي وانا مش شبههم، بس على الاقل بيدوني المساحه بتاعه العباده، فعرفت احافظ على ديني شويه بشويه، عرفت ارجع شويه بشويه، شفت ناس صح فعرفت اتعامل معاهم. اي نعم مش نفس الجروب بتاعي بتاع جامعتي اللي احنا بنشوف بعض كل يوم، اي نعم مش نفس الناس اللي انا حابه ابقى موجوده معاهم او ايا كان. بس بعد 7 سنين حاليا في اخر السنه السابعه، انا لما بشوف الناس دي بقول لنفسي برافو، انا لوحدي بس برافو قوي، انا عرفت اثبت على حاجه. ايه ده؟ انت كسبتي نفسك. كسبتي نفسك. بصي كمان يا مريم هقول لك على حاجه برضو حصلت معايا. بصي هو احنا في الجامعه عندنا في كل كليه فيها مسجد، تمام؟ فلما كنت بقول لاصحابي يلا يا جماعه نصلي او كده، فكان دايما الحجه بتاعتهم احنا لابسين بناطيل وبتاع مش هنعرف نصلي، واللي حاطه ميك اب مش هتعرف تتوضى وكده. فلما رحت المسجد لقيت ان في بنات متطوعين بان هم حاطين جيب كتير واسدالات وطرح حاطينهم في المسجد للبنات اللي مش لابسين، وعلى فكره بكتشف ان في بنات مش محجبات وبلاقيهم بيروحوا بيصلوا. فكانت دايما الفكره ايه بقى لما باجي اقول لهم يا جماعه انا رايحه اصلي، بجد الكلام ده لحد يومنا هذا بيتقال لي الشيخه بس انت رايحه تصلي؟ شوف مين اللي رايحه تصلي، يعني علشان خاطر انا بهزر وبضحك واللي هو انا معاكم في كل حاجه، بس انا خلاص رايحه اصلي. فبرضه لا على فكره في وقت من الاوقات بدا كلامهم فعلا ياثر عليا بصراحه، بس ده كان في الاول، يعني ده كان في الاول بدا ياثر عليا جامد يعني. وفي مره كنت رايحه اصلي ببنطلون، بس البنطلون كان واسع، فخلاص انا لو ما صليتوش الصلاه هتروح عليا والعصر هيأذن يعني. فالست لقيتها بتكلمني بتقولي هو انت هتصلي بالمنظر ده؟ فاللي هو انت مالك؟ يعني انا اللي هتحاسب، يعني انا ربنا عالم بنيتي ان انا لابسه بنطلون واسع، يمكن مش ده اللبس الشرعي، بس انا حاولت ان انا اصلي، فانت ليه على فكره ما خلتنيش اصلي يعني.
هي تقريبا ما بتسمعنا، احنا ما في بنسمع. عندك صوت عيال كتير. يا لين الصوت الله يرضى عليكي نوسي، الله يوفقك نوسي. الله يوفقك. وبارك يعني. اللهم بارك. يعني انا بحب العيال قوي بصراحه. عيال اسكندرية كلهم مجموعين بفيديو واحد واختي عم تتفرج عليه. بس في حاجه عايزه اقولها لكم، انه الحاجه بجد اللي احنا بنبقى شايفين انه صعب ان احنا نعملها. يعني مثلا انا عندي صاحب معين، الصاحب ده صاحب سيء، ما تقربش منه عشان تفتكر نفسك ان انت الشاطر اللي هتعرف تنصحه في دينه وتبعده، لان ده غالبا مش هيحصل. فلو انت مش قوي كفايه اكتفي بالنصيحه من بعيد، ما تقربش خالص، لانه دي اسوأ حاجه هتعملها في حياتك، هتندم عليها بقية عمرك. فاهمين؟ ملة لكلام مريم، كلامها صح جدا. ما تحاولي تقربي من منطقة حدا رح تحسي فيها انك انت ممكن تخسري شيء من مبادئك او اخلاقك او ايا كان من شخصيتك. في شغلة تانية بقى، في اشخاص انت مضطرة انك تتعاملي معاهم حتى لو هن مختلفين عنك. يعني مثلا الكلام اللي قالته بسنت انه ممكن صحابها اللي يكونوا معاها بالجامعة، ممكن زمايلها، ممكن ناس مشاركينك بسكنك بما انه انتوا طالبات جامعة وبتتعرضوا لهذا الموقف. فالفكرة انه انت كيف بتحطي هدول الناس عند حدهم وبتعرفيهم حجمهم، تجاهلوهم تماما ولا كأنه كلامهم إله أي أهمية، لأنه أغلب اللي أنتوا حكيتوه والتجارب اللي مريتوا فيها والتأثير السلبي اللي أنتوا أخدتوه ناتج من شو؟ ناتج من سماعنا لكلامهم. فأنا إمتى بحسسه بقلة قيمة كلامه؟ لما ما برد عليه. كلامك ما بيعني لي، كلامك ما بيهمني، أنت شخص أصلا بالنسبة إلي مجرد شخص ممكن آخذ منه كلمة بتنفعني، ولكن رأيك لنفسك ما رح يأثر علي أبدا، لأنه هذا نوع من التنمر. هذا نوع من التنمر وتنمر كتير كبير. يقصد فيه على طريقتهم إنه هو رأي أو نصيحة، ولكن هو تنمر. أنت عم تتنمر على أفعالي، أنت عم تتنمر على شخصيتي، عم تتنمر على تيابي، وهذا الشيء ما بيحق لك نهائي. بالنهاية أنا عم بعمل هذا الشيء لحتى كمل شخصيتي، لحتى أرضي شيء داخلي، فما بيحق لك إنك تعمل هذا الشيء، فلازم تعرف حجمك. وتأكد ان في يوم من الايام هتقول لنفسك بجد، والله العظيم انا بقول لنفسي كده دلوقتي، انا بقول الحمد لله يا رب 100 مرة ان الناس دي شايفيني شخص سيء، الحمد لله 100 مرة. احنا من غير ما نحس، والله وجهة نظرهم كلها ما أنا مهمة. أنا الحمد لله إنه أنا ماني بحس مثلهم. ربنا بيكون الحمد لله إني أنا ما بيحافظ بدخل علينا. مثلهم. هو عايزنا لسه قريبين، فبيخلي الناس اللي هم الى حد ما ممكن يكون عندهم تقصيرات، انا مش عارفه بصراحه، يمكن بينهم وبين ربنا حاليا هم احسن مني بمراحل، بس اقصد انه بيخلي الناس دي تشوفنا ان احنا وحشين. فالدايره زي كل ما بتضيق علينا، كل ما ده مش وحده، ده مش ان انا احس ان انا لوحدي وان انا مظلوم ومقهور وكل ده طبيعي، ده حقك كبني ادم انك تحسه. بس مع الوقت هتحس انك كسبت نفسك اللي هي اهم من اي حاجة تانية، ومع الوقت هتقول 100 مرة كل يوم، والله العظيم بدون مبالغة انا كل يوم بحاول اسجد شكر انه الحمد لله ان انا سمعتي بين الناس دي سيئة، الحمد لله ان هم شايفيني كده، وان انا بعيد كسبت وقت لنفسي، وقت لروحي، اتعلمت حاجات جديدة، شفت حياتي اكتر، ركزت مع نفسي اكتر. يمكن في ديني انا لسه ما رجعتش 100% زي ما كنت الاول، بس على الاقل عندي شوية المبادئ اللي طلعت بيهم من البيت، عرفت احافظ عليهم. اي نعم انا سقت اكتر بكتير جدا، يعني في الفترة اللي كنت فيها كنت سيئة قوي، بس على الأقل دلوقتي أنا كويسة، أنا لقيت نفسي، أنا عرفت أراجع ذاتي. ما كانش أسهل حاجة خالص إنك تحس إنك كان الشيء اللي عملتيه، بس بما أنك شخص عم يعترف هلأ وعم يحكي بتجربته السيئة، فهذا الشيء معناها أنك إنسان منيح عن جد. مهما الواحد عمل، مهما صار، مهما حس حاله إنه هو أذنب أو رجع لورا، ولكن طالما هو عم يحاول يتقدم، فهذا هو شيء منيح، يعني هو إنسان كويسة. هي نحن طولنا على أستاذ، أنا كنت مبسوطة بصراحة بالحوار اللي دار، وأنا قوي أنا متحمسة لما ينزل، حاسة إن هم هيملوا من الرغي، بس يعني هحاول. بصوا إحنا متفقين إن إحنا ننزل كلمة للجمهور لو سمحت، كلمة للجمهور، اللي هيمل مننا يبعد عننا.
جايبين سرسجي مش بهزار، مش بهزار. سرسجي وبسنت بتمثل وصبح صبح. صباح من الحاجات الحلوه اللي عايزه اقولها ان انا بعد الوقت ده كله ربنا يعني كرمني بيكوا يا جماعه، والله انا يعني انا بحبكوا قوي قوي يعني بجد يعني. احلى مسا، احلى مسا للناس الكويسه. احنا مجموعتنا الجامعة الحلوة. الله يسعدك، بس على الاقل لقيت صحبه كويسه في الاخر، فمبسوطه يعني، مبسوطه ان الوقت اللي راح ده ما عداش على الفاضي. الحمد لله والله. احنا عايزين بقى نعمل فيديو، بص للجمهور برضه هنعمل لكم فيديو احنا ازاي بنجهز، يعني احنا الفيديو ده مخصوص عن تجهيزات احنا بقالنا ساعه واحنا مستنيين بنصور. مرح، ساعه كامله، أوه. ساعه بجد مش بهزار. ومرح عماله تقول انا بلبس الطرحه بلبس الطرحه، في الاخر اول ما فتحت الكاميرا ما كانتش لابساها اصلا. يا ستي كانت بتلبس البندانه بتاخد وقت برضه. الناس اعتقد انها تفهم قوي يعني، او هتحس قوي انه الموضوع مش احسن حاجه يعني، ان احنا مش مصورين احسن حاجه، بس على الاقل حاولنا، فبرافو. احنا طالعين نحكي بشكل عشوائي. كلمة للجمهور، يا تفضلي. جماعه اعملوا هاشتاج كلمه للجمهور عشان نريح بسنت. حلو. قدرنا، احنا هنقدر اللي نقدرنا عشان احنا تعبنا عشان نطلع لك كده، عيب. بالظبط. بس انا عايزه اسالك سؤال. بس انا حاسستك موقفة التوك توك تبعك على باب البيت. بتبكوا بقى؟ ما تنسوش قبل ما نقفل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. والصحابه لما كانوا بيسيبوا بعض كانوا بيقراوا سوره العصر على حسب ما اتذكر، عشان يرجعوا يتقابلوا مره كمان، عشان يكون في بركه. مش عارفه بصراحه، بس يعني اقراوها. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يلا مبسوطه قوي، مبسوطه قوي ان اخيرا صلوا على صورنا. النبي، صلوا على النبي. كلمة للجمهور، الصلاة والسلام. استنونا يوم السبت الساعة 9 كل سبت. ايوه وادعي لنا عشان عندنا امتحانات وبنجري على الغلاب. هما كده عنيهم. عن جد شفتوا للاخر فانتم محظوظين، واذا ما شفتوا للاخر اعرفوا انه اي حد سرسجي مش شيطان منعك. منع. لا نهائي نهائي